بعد الفيديو ده عمرك ما تشتري مخلل الخيار تاني خالص من بره. طريقته سهلة جدا جدا بجد، ما بتاخدش 5 دقايق كده واحنا واقفين في المطبخ. هقول لكم كل التفاصيل وازاي يطلع معاكم مقرمش لاخر واحدة، ومش شارب مية من جوه وطري او متملح زيادة. اقول لكم كل حاجة. بس لو اول مرة بتشوفوني، انا اسمي مريم ودي قناتي. لايك وشير للفيديو ده وكومنت حلو لما تجربوا الوصفة دي وتعجبكم. اول حاجة معايا هجيب كمية الخيار اللي انتوا عايزينها. دول تقريبا معايا 2 كيلو. انتوا زي ما انتوا حابين استخدموا، حابين تجيبوا كيلو، 2 كيلو، 5 كيلو، يعني زي ما انتوا حابين. يعني الخيار ملوش كمية، اهم حاجة ان انا هعاير الملح على المية. يعني زي ما ياخد بقى الخيار قد ما ياخد مية ياخد. المهم ان اللتر المية عليه 4 معالق من الملح. وبعد كده لازم اغطي الخيار كله بالمية. تمام. بعد كده بقى هحط الخيار في البرطمان ده انا غسلاه كويس جدا ومعقماه، وغسلاه كمان بحبة خل كده علشان لو في اي بكتيريا. وهبتدي ان انا ارص الخيار، رصيت نصه كده من تحت. وهحط 2 فلفل حامي، واحط معلقة صغيرة توم مفروم. لو مفيش توم مفروم ممكن فصوص توم، هحط مثلا 3 4 فصوص توم كده صغيرين في النص. وبعد كده هبتدي ان انا ارص الخيار تاني. الخيار معايا زي ما انتم شايفينه كده حجمه صغير، ويدوبك بس غسلاه كويس جدا، وقطع الحتة بس اللي من فوق والحتة اللي من تحت. مش هقطعه شرايح وهسيبه زي ما هو كده، حجمه صغير مش كبير، عشان يتخلل معايا وكله يبقى قد بعضه. ما ينفعش واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. كمية الملح بقى هعاير بيها المية. والمية دي طبعا مية مغلية، وسبتها لحد ما تبرد خالص. مش هحطها وهي سخنة، دي كده مية غليتها وسبتها لما بردت خالص. او يعني ممكن تحطوها دافية سيكة عادي يعني. بس المهم ما تبقاش سخنة، لو سخنة هيبقى مخلل سريع وهتاكلوه بالليل. يعني فدو انا مش عاملاه ان احنا ناكله دلوقتي خالص. ده تقريبا ممكن يتاكل بعد اسبوع. هحط بقى كمية الملح على حسب كمية المية زي ما قلت. اللتر عليه 4 معالق من الملح، وتكون المعلقة هرمية كده. ممكن تحطوا من 3 معالق ونص ل4، يعني ممكن تمشوها 3 معالق ونص، بس ما تقللوش عن كده ولا تزودوا عن كده. بعد كده في نفس المية اللي انا دوبت فيها الملح كويس، فضلت اقلب فيها الملح لحد ما تقريبا داب خالص. حطيت معلقة كبيرة مليانة كده او هرمية يعني من السكر، وده اللي هيحافظ على قرمشة الخيار. وحطيت معلقتين صغيرين من الخل، وبس كده. وقلبتهم برضو مع بعض، وحطيت المية بعد كده على الخيار. ولازم اكون مستخدمة برطمان يكون محكم الغلق، اكون متأكدة ان البرطمان ده مش داخله اي هوا. ولو قلبت كده البرطمان المية مش هتقع منه، فلازم يكون برطمان يكون غطاه كويس جدا. وبس كده، ده مخلل الخيار بتاع النهاردة. يلا جربوه على طول بعد الفيديو، مش هياخد منكم اي وقت خالص، وزي ما انتوا شفتوا سهل جدا جدا. اتمنى بقى ان انتوا تعملوا لي لايك للفيديو الجميل ده، وسبسكرايب للقناه لو لسه ما عملتوش سبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل وصفه جديده بنزلها. واشوفكم بقى في فيديوهات تانية كتير جدا.